يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة القادمة بمواجهة قوية أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، وذلك بعد تأهل الزمالك لنصف النهائي على حساب المصري وتأهل بيراميدز على حساب البنك الأهلي. وسيلتقي الزمالك مع بيراميدز في المباراة قبل النهائية لبطولة كأس مصر يوم الاثنين المقبل 16 يناير في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد القاهرة، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. وسيلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز مع الفائز من مباراة الأهلي وسموحة في المباراة النهائية لكأس مصر. وانتهت آخر مباراة جمعت بين الفريقين بفوز الزمالك على بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم. وتأكد غياب مصطفى فتحي لاعب بيراميدز عن مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة البنك الأهلي التي جمعت بين الفريقين في ربع نهائي كأس مصر. وانتظم أحمد فتوح وعبد الله جمعة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمباريات القادمة بعد الغياب خلال الفترة الماضية.